حبيت بس اوريكم هنا ان كل الحاجه اللي احنا بنستخدمها فريش. يعني بنستخدم صلصه الطماطم بتكون فريش كده زي ما انتم شايفين، وكمان الخضره بتكون فريش، والبصل بيكون فريش ما بيكونش فروزن ولا اي حاجه. يعني احنا ما بنخزنش الحاجه وهي رخيصه ونطلعها في ايام الغلا زي ما ناس كتير بتعمل. لا، احنا حتى الحاجه غاليه الحاجه رخيصه احنا بنشتريها يا جماعه فريش، ما بنخزنش الخضره ولا بنخزن البصل في الفريزر، لان طعم المحشي انتوا هتحسوا جدا بطعمه لو الحاجه متخزنه. يعني انتوا اشتريتوا قبل كده محشي يكون فريش، او دقتوا قبل كده محشي فريش ومحشي حاجاته متخزنه، هتلاقوا فرق كبير جدا في الطعم. دي كل حاجه احنا بنستخدمها. تعالوا بقى اقول لكم على شويه تفاصيل كده تطلعوا احلى محشي معاكم. هنحط اول حاجه كميه حلوه من الزيت، والزيت طبعا يكون نوعه حلو عشان ما يكون الاكل جودته حلوه، كل ما يطلع يكون طعمه حلو. كب هنا اصفر البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هديكوا بقى نصيحه، لو انتوا عايزين تظبطوا المحشي تتعمل بسرعه اعملوها في حاجه واسعه. يعني اي طماطم عايزينها تتسبك ما تاخدش وقت طويل على النار، تعملوها في حاجه تكون واسعه هتلاقيها اتسبكت بسرعه جدا. بصوا بقى احنا هنا مش عايزينه يحمر، عايزينه بس يصفر او لونه يعني يغير حاجه بسيطه قوي. نعرف منين هو كده دبل ولا لا؟ لما الزيت يبدا يظهر معانا، يعني لما الزيت كده يوضح معانا ويبدا يبقى الطماطم بتاعتنا الفريش ننزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن لما تبدا يعني تقل شويه ممكن نحط الباقي. بصوا بقى طالما الزيت كده اتفصل عن الطماطم وخلاص الميه اتبخرت، يبقى كده تمام اتسبكت حلو قوي. في معلومه بقى ان البهارات ما بنحطهاش الا لما الطماطم تتسبك خالص، يعني ما ينفعش نحطها في الاول. ممكن نحطها في الاول لكن لونها هيكون غامق، لكن لما نحطها في الاخر بيبقى لون الطماطم كده محتفظ بلونه وما بياخدش من لون البهارات، تبقى حقيقه وتمام. وفي نفس الوقت لون الطماطم بيكون احمر كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى نحط البهارات بتاعتنا. تمام، معانا نعناع مجفف وبهارات محشي وكمان 7 بهار وملح وكمون وفلفل اسود. هي دي كل البهارات اللي احنا بنحتاجها للمحشي في خلطة المحشي. هنا كده تمام، نحط النار. تعالوا بقى اقول لكم الخطوة اللي بعدها. هنا بقى ناخد كده شوية حلوين من التغذية، تمام، لان ما ينفعش احط كميه رز، يعني كميه رز على التغذيه دي كلها، لان ممكن اعمل شويه مثلا عليهم دبس الرمان للورق العنب، شويه عليهم شويه مثلا سبايسي، شويه للبومبار، فما ينفعش كل حاجه وممكن اضيف لها اضافات زياده. فهناخد كده شويه من التغذيه. تمام، وانا هنا غاسله طبعا الرز كويس جدا ومصفيه من الميه. لازم يعني ما ينفعش نحط التغذيه وهي، ما ينفعش يا جماعه نحط الخلطه وهي بارده على الرز، يعني لازم الاول نسخنها او هي على النار هاديه، نحط الرز ونقلب لحد لما الرزايه نفسها تتشرب من الخلطه. تمام. في بقى حاجه هنا، في خطوه كده هنعملها حلوه جدا بتدي طعم للمحشي رهيب. هنحط معلقتين بصل مبشور او مطحون ناعم. دي يا جماعه بتودي كده طعم المحشي لحته تانيه خالص. وبرضه بقى نقلبه لحد لما البصل كله ايه يتوزع. الخضره بقى تتحط معانا اخر حاجه عشان ما تكونش دبلانه، يعني ما ينفعش نحط الخضره في التغذيه نفسها او في الخلطه نفسها، لا، الخضره نحطها مع الرز. وادي بقى تغذيه المحشي الحلوه جاهزه معانا، بس خطيره وريحتها بجد تجنن، رهيبه. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. يلا بينا نروح